Business English 3 English في الشغل الجزء الثالث. رقم 1 Learning Curve. ده مصطلح بيوصف الصعوبة والوقت اللي الشخص بيحتاجه عشان يتعلم مهارة جديدة، وكل ما كانت الحاجة صعبة كل ما learning curve بتاعها يكون عالي. For example, there is a steep learning curve for this new software. البرنامج الجديد ده محتاج وقت ومجهود عشان نتعلمه. رقم 2 by the book. معناها إنك تعمل كل حاجة حسب القواعد والتعليمات الرسمية بالظبط من غير أي تجاوزات. زي هنا بالظبط لما بنقول زي الكتاب ما قال. For example, he is a good manager, but he does everything by the book. هو مدير كويس بس بيمشي على كل القواعد زي الكتاب ما قال. رقم 3 red tape. دي بتتقال على الإجراءات الرسمية المعقدة والروتين اللي بيعطل أي شغل أو أي مصلحة. بالظبط كده زي ما بنقول الورق الكتير أو الروتين الحكومي. For example, we have to cut through a lot of red tape to get the permit. لازم نعدي على روتين وإجراءات وورق معقد كتير عشان ناخد التصاريح. رقم 4 the bottom line. ودي ليها معنيين. المعنى الأول هو صافي الربح أو الخسارة، والمعنى التاني واللي هو الأشهر معناه الخلاصة أو من الآخر أو المفيد. For example, the bottom line is that we need to increase our sale. الخلاصة هي إننا لازم نزود مبيعاتنا، أو من الآخر كده إحنا لازم نزود مبيعاتنا. This is Premier English by Sarah، ودي كانت مصطلحات جديدة من المصطلحات اللي بتفيدنا في الشغل.